لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني حفصته هجده لواني كان تفسير القرآن في رزبيم وخزمتان وبست رزامن رب العالمين وهي ودار مئوي آزي السود اللي وربقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بالخوش يسمعوا كل آيات كان رابردو أما جامان بيدك رب العالمين لدواء ويكوا آدم عليه الصلاة والسلام قال دايك من حواء عليه السلام دباتنا وبهشتو هم خوشكاني بهشتان بيدا بخشي وقدغان دكا لتنها دارك وآقاداريان دكاتو لكيدو بيلانكاني شيطان بلام شيطان دتواني هول ددا ومحاولة دكاو هەڵیان دەخەڵەتێنیتن لە نەتیجەدا ئەوانیش لەو دارە دەخۆن کە خوای گەورە قەدەغەی کردبوو لە نەتیجەدا عەورەتیان بەدیار دەکەوی و هەوڵ دەدەن عەورەتیان داپۆشن بە گەڵاکانی دارەکانی بەهەشت. پاشان ڕەب العالەمین بانگیان دەکا ئایا قەدەغەم نەکردن لەو دارە ئیتر ئەوانیش ئیعتراف بە گوناه و تاوانەکەی خۆیان دەکەن و داوای لێخۆشبوو لە خوای گەورە دەکەن. خوای گەورە سوبحانە وتەعالا لێیان قبول دەکا بەڵام پاشان دەفەرمی قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. دابەزن لە بەهەشت بەرەو سەر ڕووی زەوی هەندێکتان دژمنی هەندێکتان دەبن وەلەکم فی الأرض وەلە بۆتان هەیە لە سەر ڕووی زەوی مستەقەڕ ومەتاع إلی حین جێگای مانەوە و ڕابواردن بەڵام لە بۆ کاتێکی دیاری کرا و ئەبەدی نییە. قال اهبطوا أي من الجنة إلى ما عداها. قال اهبطوا واتە دابەزن لە بەهەشتەوە لە بۆ خوار بەهەشت وەکو ئەبو مسلم دەڵێ معناه اذهبوا. اهبطوا وتذهبوا برون وهو خطاب لآدم وحواء وإبليس وخطابك لبو آدم لبو حواء لبو إبليس. قال ابن كثير والعمدة في العداوة آدم وإبليس كواتا بعضكم لبعض عدو. ابن كثير دلتن واتا عداوتك لنيوان آدم وإبليس لو دفرمي لسورة طه دفرمي قال اهبطا منها جميعا كواتا خوای گەورە پێیان دەفەرمی بە سیغەی مثەنە اهبطا منها جميعا واتە هەردووکتان پێکەوە بچن لە بەهەشت بێنە خوارێ بەرەو سەر ڕووی زەوی وحەوا تەبع لآدم کەواتە حەواش تابع لە بۆ ئادەم کە دەفەرمی ئادەم بڕۆ واتە حەواش بڕوە کەواتە لێرەدا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ئەوەی ڕەئی ابن كثير وایە واتە آدم طبعا حواش تابع لبوي لقل إبليس دابزن دجمني يتشن حتى لسر ڕووی زەوین والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تابع لإبليس. لا دي روايات هيك إبليس كو تسوناو بەهەشتا وەکو وەسوەسەیان بکە هەندێک دەڵێن لە چوەناو مارێک و مارەکە لەناو مارەکە وەسوەسەی دەکرد یاخود بحقد يعني وهيد بەڵگەشی لەسەر نییە مهم وەسوەسەی کرد وسوسەی کرد بەفعلی ئەویش لەوێن دەرێ لە نزیکە وەسوسەی کرد یان توانای هەیە لە دوورەش وەسوسە بکە ئەوە الله أعلم. بە هەر حاڵ ڕای ابن كثير ڕەحمەتی خوای لێبی ئەوەیەکەوە قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو دەفەرمی ئەو خیتابە بە بەڵگەی ئەو ئاەتەی سوورەتی طه اهبطا دەفەرمی لە بۆ ئادەمە و لە بۆ ئیبلیسیشە هەردووچیان لە بەهەشت دەرکران حەوائش تابعە لە بۆ ئادەم. وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم. يتم المفسرين باس لو جيجاج دكا باس لو جيجاج دكن كوكاتك وإبليس وآدم هات نصر هل يقلوانا لتشندر دابزي ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات. بلام أخبار كان كلو بابتيوه باس ذكر زيادة الإسرائيليات والله أعلم بصحتها. الله دزاني دا أخوة سبحانه وتعالى صحيحة وخبراني أنا
ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتاب أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سننه. كواتا تفهم مقال دياري كردني أو جيغاي كوا آدم ليدا بزي عليه الصلاة والسلام لبصر زي وش إبليس لو جيغاي كليدا بزي لبصر زي أجر تعين كرنو دياري كردني فائدة شتيدا بلبو ديني ياخذ لبو دنياي بندكان أخوي جور سبحانه وتعالى باسي ذكر وياخذ بيغمبرك صلى الله عليه وسلم كاني باسك كلام كباسي أنا كرديا هيس بيوزناك أي مخو مع سر قلب كان بوي كوالا شيء دابزين لبروي هيس فائدين يجا فائدة هبا أخوي جورا إشارة بيدا للتفسير وصيد لبعضكم لبعض عدو والمعنى اهبطوا إلى الأرض حالة كون العبادة لا تنفك على العداوة لا تنفك بين آدم وذريته وبين إبليس وشيعته. كواتا لتفسير وصيت جلة كواتا بعضكم لبعض عدو لنوان آدم ونوي آدم لقل إبليس ونوي إبليس أو عداوة هردمينه أو عداوة هردمينه يتر أوش جيجا ابتلاء تاخي كرنا وكيا حتى وكو لدنيا دردسين والله هندق لمفسرين كذلين بعضكم لبعض عدو ضلين أو خطابا لبو آدم وحواء ذرية كيانة وكل ما عاج تفكر إن التكوين النفسي للناس القائم على حرية إرادة الأفراد كاتك خير إنسانان وادرس كرديا تكويني نفسي خلشي كوا بوش يدرس كرديا هريق لوانا حرية آزاد لإرادة ولا ويستكاني وعلى اختلاف المصالح والأهواء والشهوات والمطالب وهروها عادة اختلاف لنيوان مصلحة تاكي لقل تاكي شديكا اختلاف لنيوان هوا وآرزو تاكي لقل تاكي شديكا هيا لقل لبين داوكاري فلانكس وعلى تعارضها وتباينها مع التزاحم والتنافس وهروا زور زان أو مطالباني هر تاكي لقل وانتر تعارض دكا لنيوان ازدحامي خلشي وزوري خلشي والتنافس منافسة لنيوان يندرز دبي وما في النفوس من تحاسد وعاد تنظر بين نفسكانش حسودي لنيوان هي من شأنه أن تظهر بينهم العداوات كواتا هل نيوان نوي آدم عداوات دروز دبي بحكم أو نفسيتي كاريكو ويستو إراديكو بابلين داواكارو مطلبش هي زوران تيك دجيلي لقل خلقان شديكا لا نتيجة دا حسوديش وهي عداوات تكون بين الأفراد وبين الجماعات الصغرى ثم بين الأقوام والأمم وهي تظهر في شتى أنواع سلوكهم وتحركاتهم إتر لنيوان أفراد تاك كان لنيوان قوم وعشيرتك وعشيرتك لنيوان ولاتك وولاتك وايلي دي دبيتا خصومو لك عاجزبونو شرو كشتنو بوشيوية وهكذا كان واقع حال الناس في تاريخهم الطويل تلوية مشاهدكي واقع حال خلشي لتاريخ دريجة كان هالوابوة هل لسرت تمشاد دو كري آدم وكفو خواهي سبحانه وتعالى لسورة المائدة باس دكات من وتلو علمنا بقى ابني آدم الحق وكو لسورة المائدة باس ما كردية يتلويرا عيني ابني هندق لنوي آدم بالتأكيد بدافع نفسي أمارة بالسوء وكو أويكوا لردا باس دكات وحروها بدفع الشيطان وهالخلطان دني الشيطان اعتيادي أو ريتسكي شيطان دا قلنا طبعا خلقان يشيش لسر ريتسكي باب من آدم دروين كوا تابعي پیغمبرانين عليهم الصلاة والسلام خوا پرستين موحدين اترتيق جيران دا رزد بلنوان ايمو تابع كان إبليس لإنس ولجن لنتيجد بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر يتر خواهي قد فنبرون سروا زي بوشي ودجمناتي لنوانتان وهروها لسروا زي لبوتان هي مستقر أي مكان استقرار مؤقت زي جاي نشتزيبوني كاتي مقدر بإحكام لسكانه أو زي جاش كدان را سروا زي كزي جاي نشتزيبوني كاتي لبو إنسان كان زور بإحكام وبريكوبيتشي خواهي قولا لبو أو كساني تقدير كردية كوا فعل وكل زي قايدك وكل صورتي عما يتساند من نجع الأرض مهادة وكم مهادك وكو بيشكيك وممهدة وما ذكرها لبو جياني إنسان كان حتى انتهاء آجالهم حتى وكو أزاليان تودبي ولكم في الأرض مستقر ومتاع المتاع كل شيء ينتفع به ويتبلغ به ويتزود وغايته الفناء والانقطاع كواتا متاع عادة متاع واتأو كرستيا كوا سودي ليدبيني لقال خوتي ديبي تا وكو بدقين تفلانة زيقا
وغایەکەشی مەتاع ئەو مەتاعەیەکەوە خلاص دەبی و کۆتایی پێدێ لێ ژیان دنیا هەر هەمووی مەتاع و خۆی گەورە ئیشارەتی پێدایە بەڵام ئاخرەت دارالقەرارە ئاخرەت جێگای مانەوەی کەواتە لەسەر ڕووی زەوی بۆتان هەیە نیشتەجێبن بە کاتی و ڕابواردنێکی کاتی بخلاف النعيم الذي جاء وصفا لما في الجنة من لذات وأنواع سعادات كاتب بخلاف خوشكاني بهشت كاب نعيم وصفي دكاتن فهو متجدد دواما لا ينقطع خوشكاني بهشت نكهر ناوري بلكو بردوام لا نويبون أو زياد بونا لأن أهلها خالدون في البروي أهلك هتا دمينينو إتر ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي إلى زمن محدد بقضاء الله وقدره كواتا لبوكاتش دياري كراو كوا خواهي يقول لقضاء وقدره خوي دياري كردية لكل فرد في الحياة الدنيا وللحياة الدنيا كلها كواتا مستقر متاع إلى حين لبوكاتش دياري كراو نسبة لبو همو تاكيك أتزالش دياري كراوه ونسبة لبو جياني سر زبي وبشرية بقشتي أوش أتزالش دياري كراوه وكوتاي بيدي أو جيانا وفي هذا الحكم الصادر عليهما يتلو حكمك وأخوي قولة دريهن على سر آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام وعلى ذرياتهما الذين سيتناسلون منهما وهروها أو حكمة لسر أخوان لسر أو نو ذريتانش كولد وايواندن دفرمي أو حكمة نقل لرحلة الابتلاء من الجنة لردا أخوي قولة سبحانه وتعالى أو مرحلة كوالا بهج دابون عين لبو ابتلاء وتاخكنوج لبهج دابون دايكو باب من آدم أو ابتلاء أو قناغة سو قناغة يشيديك أو بهجتي كوالا أصل المعدة في الخطة الربانية لأن تكون إحدى داري الجزاء أو بهجتي كوالا للا رب العالمين لقدر إخوائي قردان درا كواببتا زيقاي همي شي مانوي كسان يشيتساك لو زيقايا هاتن لبو إلى الأرض التي نحن الآن فيها لبو أوزويك استمتيدين والمعدة في أصل الخطة الربانية لأن تكون هي مكان الابتلاء خو يقول لي أصله داينا كوابيبتا زيقاي ابتلاء وتاقي كرنوه كواتا برزان لأصله آدم وحواء كتسون بهاشت عليهم الصلاة والسلام خو يقول سبحانه وتعالى بيش وفرموا إني جاعل في الأرض خليفة بريالي رب العالمين مسبقا أبوك هذا بيبين السروي زوي والله كبردني يعني بهشت بردني يعني بهشت نقلب معنويك زارتشي بركو لبو تاخكرنوا وكو زانا دفنتا وكو بتجربه شي سابق وبخبره بين السروي زوي لو من الملانيك لنوان اوان لنوان ابليس دبي ولنوان اوان وكان يانو لنوان ابليس تابع كان ابليس دبي كواتا وكو لوان كان رابدوش اشاره ما فكر لاصلوا دبوايا آدم وحواء بين السر وزي خواي قول سبحانه وتعالى أصله فرموتي إني جاء في الأرض خليفة بلان بالتجربة وكو هناني وهروها بهشتيش زي قاي مانوي يكزارية لدواي جياني دنيا وتاقي كردنوا لدواي جياني دنيا وتاقي كنوا دنيا أو زاد زي قاي مانوي أو كساني كوا ريقاي آدم عليه الصلاة والسلام دقر نبر بخوا برستي بتوحيد هر كاتش كقناه تاواني كرد فشيمان دبنوا خواهی گەورەش لەیان قبول دەکا و لە ڕوبەڕووبوونەوە و دژایەتیدان لە ژیاندا لەگەڵ ئیبلیس و نەوەی ئیبلیس و تابعەکانی ئیبلیس لە ئینس و لە جن بەڵێ اینجا خواهی گەورە دەفەرمێ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال فيها تحيون لەسەر ڕووی زەوی دەژیێن و لەوێن دەرێژ دەمرن و لەوێن دەرێژ دەردەچنەوە لە بۆ ڕۆژی قیامەت بۆ حساب و کتاب يتدفن وقد خاطب الله عز وجل في هذه الآية أيضا آدم وزوجه وذرياتهما وهم في عالم الذر أو خطابة على رب العالمين لبو آدم حواء وكان شانكو على بشتي آدما قال فيها أي في الأرض تحيون لصروا زويد جين وفيها تموتون هل يندرج دم ومنها تخرجون أي يوم القيامة للجزاء هل يندرج دردسنا أو زال لبو أو يكوا لبو ساحي محشروا هاداش وسزا وكو خواهي قول دفرم سبحانه وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى زارش كش هل يندري دردسنوا يتلو آيات برزان ديالا زانا قصي تريشان لسر كردي بلام لبرتوابوني كاد ليرا دوستين ببشتواني رب العالمين دواني داهات ودين وخزمتي
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.